أنا عندي سؤالي هو احنا مطالب مننا من الشخص اللي قدامنا ان احنا نقوله يهتم بينا، ويهتم بينا بمعنى انا عايزه يهتم بيا بمكالمة، فالمكالمة دي ما حصلتش، فابدأ احرمه من الحاجة كعقاب. انا دلوقتي الشخص اللي قدامي ده ما كلمنيش، فهحرمه ان انا مثلا مش هقول مش هرد على مكالمة لان هو ما بيتصلش، هحرمه، مش هشوفه، مش هقابله. لما هقابله مش هديله اي اهتمام، فهو هيبدأ بالنمط التاني، هيسأل. فلما يسأل اكيد مش هقوله انت ما كلمتنيش ليه النهاردة، على ان ده ابسط الحلول، بس بتبقى من جوانا احنا حاسين بإهانة. انتوا فاهمين انا عايزة اقول لكم ايه؟ فكرة الوضوح مش الاهتمام. ما هو انا لو قلت مش هتوصلني نفس الطريقة اللي انا عايزة اوصلها لك. فهل لو محدش مهتم بينا بجد نبدأ نحرمه من حاجة معينة كعقاب ولا لا؟ وهل انتوا بتمروا بده في حياتكم؟ ولما بتمروا بيه بتعملوا ايه؟ هستنى منكم الإجابة بسرعة.